النهارده هيكون معانا وصفتين، الاثنين يعني هنقول انها شعبيه فعلا، الصنف ده والصنف ده. احنا هنعمل مع بعض الفول، بس هنعمله على الطريقه الحجازيه او السعوديه، وهنعمل صنف تاني اسمه الحباش. هنمشي خطوه خطوه كده وهنقول الحباش ده عباره عن ايه وايه قصته والكلام ده. بس هنبدا دلوقتي بالفول الحجازي. انا معايا فول، المكونات هتبقى قريبه من بعض ما عدا اختلاف الفول يعني. معايا فول، معايا بقدونس مفروم، معايا طماطم، هيبقى في عصير ليمون، في خل، في فلفل، في توم، وهيبقى معايا طحينه. بالنسبه للفول هاخد عندي طماطمايه، هحطها عندي في المفرمه بتاعتنا دي، وهحط معاها قرن فلفل، هنحط فصين توم او 3 على حسب، هنحط شويه كمون، شويه فلفل اسود، وهنحط شويه بقدونس، وهنفرمه. بس مش عايزها تنعم مني، انا عايزها تبقى شويه خشنه يعني. كده الخلطه دي او الصوص ده هيبقى جاهز معايا خلاص. الفول عندي ههريه يعني، هنفرمه جامد جدا بالبلندر بتاعنا، وبعد كده هنحطه على النار يسخن، هنحط معاه زيت وهنحط معاه طحينه، وهنبهره بتاعنا ملح فلفل الكمون. بعد كده هنخرجه في الطبق التقديم، وهنحط عليه من الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. واحنا بنعمل الحباش هنتكلم عنه لما ارجع لكم تاني. كده الفول عندي ضربناه، حلو الكلام. هناخد بقى من الخلطه ديت اللي احنا عملناها في الاول، طماطم مع فلفل مع توم مع بقدونس، هنحط شويه زيت، هنحط شويه فلفل اسود، معلقه صغيره كمون اهي. هو الفول بيبقى فيه شويه ملح فمش هزود ملح. هحط له شويه طحينه، هقلب تاني. كده الصنف بتاعنا ده خلص. كده الاولاني خلص. ده الاولاني اللي هو الفول الحجازي، دي الطريقه الحجازيه. الفول الحجازي ده عايز معاه تميس تميس. يعني من غير تميز مش هيتاكل؟ هيتاكل باي عيش، وساعات بالمعلقه كمان. حاجه اساسيه. في الاخر خالص بقى نديله كده حاجه ديكوريه، هننزل شويه من الصوص اللي اتعمل، الصوص اللي معانا كده، وهنديله برضو شويه طحينه كده. عالمي والله يا شيف. شكل الفول رائع الحقيقه. وهنديله برضو شويه زيت على الوش عشان يبقى زي اللي احنا بنشوفه في المحلات. محمد بيبقى كده يعني، اعتبر ان في جنبه تميز يعني. هو كده معانا الطبق الاولاني اهو. انا عندي طماطم بشرناها بالمبشره من الناحيه ديت، لو هتبان معايا الناحيه الكبيره. يبقى احنا كده الاول معانا طماطم مبشوره، هيبقى معايا توم، شويه توم حلوين يعني. هنحط شويه بقدونس. الحباش ده معروف جدا في دمنهور، يعني تعتبر المدينه المشهوره بيها يعني. هنقلب دول مع بعض كده. هيتحط معاهم يعني في اي حته في دمنهور. دمنهور كلها هي معروف الحباش ده عندهم في دمنهور. لا شيف محمود من بنها. انا من بنها يعني، حتى اللي قريب من دمنهور بيروح يجيبوا من هناك. هيتحط عليها طحينه، وكل ما بنزود طحينه كل ما الطعم عندي بيبقى احسن. هنحط شويه صغيرين من جوز الطيب كده على حرف المعلقه،
ده يعني زي سلطه يعني يا شيف؟ حاجه زي كده، بس يعني مش عايز اقول لك انا مستنيه طعمها بقى الفول هيتحط عليها امتى خطير. يعني. لا مفيش فول، مش هتحط فول. كده تمام. تمام. هيتحط طبعا عندي الملح كده، وحطينا احنا الكمون، ولا لسه الكمون؟ حطينا احنا جوز الطيب، وادي الكمون، فلفل اسود، وهنيجي بقى على اهم مكون اللي هو الحباش او بودره الحباش. ده بيتحط منها شويه كويسين كده علشان نبقى منصفين وندي للناس حقها يعني صدقا، ان الحباش ده مشهور بيه، او الناس اللي بدات مشروع الحباش او صنف الحباش دول آل الجمال، عيله الجمال في دمنهور. واللي يعرف سر الخلطه دي هم احنا كلنا بنجتهد ان احنا لما دقناه ده محطوط عليه كذا محطوط عليه كذا، فده عشان ياخدوا حقهم سرهم او سر ده مع الجمال. بس انا هقول لكم انا عامل ده محطوط عليه دقيق، الكميه الاكبر دقيق، وتاني كميه بالمعدلات ديت بيبقى الكركم، ومحطوط بهارات مشكله وشويه شطه وملح، ومتقلب كله على بعضه، وطبعا محطوط عليه كمون. يبقى دقيق كركم، ده الصفه المميزه فيه الدقيق والكركم. بعد كده بيجي وراه الملح والفلفل والكمون واي بهارات مشكله. انما السر بتاعه او الاصل بتاعه هيبقى مع عيله الجمال دولت بتوع دمنهور. هناخد ده كله كده يتقلب جامد. وزي ما قلنا كل ما يتحط عليه طحينه كل ما هيدينا طعم افضل. مش عايزين ننسى الليمون بس كده الاول عشان الحباش يدوب. هنحط عليه عصير ليمون، وهنحط عليه خل، تسلم ايدك يا شيف محمود. وكل ده هيتقلب على بعضه وهنعرضه في الاخر. كده احنا مخلصين الصنفين. تسلم ايدك يا شيف محمود. شكرا، نرجع لك تاني هنشوف في الاخر الشكل برضه كمان عشان ندوق بقى مش عشان نشوف الشكل. شيف محمود الاكله الخلصانه عايزين بس نبص على شكلها كده. تمام. بالنسبه للحباش عشان احنا حطينا الزيت اخر حاجه. الزيت ده زيت حار. زيت حار. هو معروف ان هو الزيت الحار. بالنسبه اللي ما يعرفوش الزيت الحار هو زيت بذره الكتان. عشان في ناس مش عارفه الزيت الحار. زيت الحار يا شيف محمود. لا ممكن في سوريا مش عارفين ايه هو الحار. احنا بنقول ان هو الزيت بتاع بذره الكتان. تسلم ايدك يا شيف محمود. شكرا. يعني وشكرا على ابو الحباش اللي اتعرفنا عليه، حباش اللي اتعرفنا عليه النهارده.